نجلاء فتحي اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء، اتولدت 1951 بمحافظة الفيوم وسط أسرة ميسورة الحال. أحبت التمثيل من صغرها. تحتل الفنانة المصرية نجلاء فتحي مكانة بارزة في تاريخ السينما العربية، وبرغم ابتعادها عن الأضواء بسبب مرضها لا زالت تحظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام، ويشتاق لظهورها الملايين من المعجبين بمسيرتها الفنية المتميزة. لم تجد صعوبة في دخول المجال، تحمس لها المنتج عدلي المولد صديق العائلة ورشحها للمشاركة في فيلم الأصدقاء الثلاث من إنتاج 1966. رغم قلة مشاهدها في الفيلم استطاعت أن تجذب الأنظار، الأمر الذي دفع المنتج رمسيس نجيب للرهان عليها وترشيحها لبطولة فيلم أفراح 1968، وساندها في تلك المرحلة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، واختار لها اسم الشهرة نجلاء فتحي. وفي الفترة